الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا حاج. ازيك ابو الزيك؟ ايه اخبارك؟ ايه يا عامل؟ تمام. ايه اخبارك يا سيد اخوك؟ الله على السلامة، ربنا يسعدنا ويساعدك كده. الله يبارك فيك. يا عامل انت كويس؟ الحمد لله والله. وايه الدنيا تمام؟ والله العظيم ما ماشي يا ابوي. النهارده ايه في الايام يا زكريا؟ النهارده الخميس يا ابو حمدي. طب انت مش معاك درس النهارده يا ابو اخوك؟ والله رايح بس كنت مستنيك يا ابو حمدي. اللي مستنيني عليه يا سيد اخوك سايبه لك من امبارح مع مرت اخوك. سايب لك حق الدرس، حق المواصلات، وسايب لك حق يمكن كمان تعزم لك حد من اصحابك على ساقع ولا تونس معاك كده ولا كده. يمكن نسيت يا اخي مرت اخوك مع دوشه البيت والعيال. ما كان سالتها انت يعني هي جدت عليك يا زكريا؟ اسمع يا زكريا، انت اخويا ولدي وصاحبي ودراعي اللي طلعت بيهم من الدنيا. عايزك زي ما قلت لي مهندس يعني مهندس. اسمع يا زكريا، بلاش منها الصحبة اللي انت ماشي فيها يا اخي، دي صحبة ملهاش لازمة، وبالذات وضع عثمان. خلي بالك من نفسك يا زكريا، انت شوف حالتنا ماشية ازاي، احنا ناس على كدينا وعايزين نوقف ونبقى بني ادمين. فهمني يا زكريا ولا لا؟ والواد حمدي يطلع لي دكتور ويبقى معي مهندس ودكتور. ربنا يخليك لي يا اخوي ويبارك لك في حمدي وفي صحتك. ربنا يبارك فيك يا زكريا يا اخي. حمدي ايه اخبارك؟ وده كمان هيطلع دكتور، ده قرب يطلع من هدومه يا راجل. يا حمدي ولا تطلع دكتور؟ تطلع والله يا سيد ابوك، انا وراكم باذن الله. والله ما عارف يا اخرك يا ناصر لغايه دلوقتي يا اخي انا. الو السلام عليكم. ايه الاخبار يا ناصر؟ خبر يا اخي تاخرت التاخير ده كله. ليه الف سلام عليك. ما كنت رايق امبارح وزي الفل. سخانه لا يكون كورونا يا حزين. لا ربنا ياخذ بيدك. كشفت يعني عرق واستهوى. طب الحمد لله على كده جاء السلامات. طب خلاص انت ريح اليومين دول تمام وخذ علاجك وان شاء الله خير. انا حابب اجي لك البيت ازورك ان شاء الله. لا مستوره ان شاء الله. مستوره. يلا ربنا يشفي عنك يا رب ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. في رعايه الله في رعايه الله. سلام. يلا الحمد لله على كل حال. خلصت يا جمعة؟ يا جمعة؟ ايوه يا حاج. يا حاج ايوه يا جمعة. الشغل انا وكل حاجه وفنشت والمفتاح على المكتب جوا. شطبتوه؟ شطبت كل حاجه. طب تمام. طب بص هتصلي بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. عمك ناصر الغفير تعبان من هكذا. تمام. عندي شوية سخانة كده عرق واستهوى. تمام واخذ له علاج وكاشف وحاطه ما يعلم به غير ربنا. انا حروح حد وسط ازوره. وانت زي بعض شغل بشغل وكله بحسابه. خلص شغلك خذ اليومين دول بيت فيها كده احرصها بالمره، ولما تخلص شغلك بتحاسب ونجيب لك شغلك ايه؟ نجيب لك الاثنين دول من ضمن الحساب. ما فيش مشاكل. تمام. ماشي. ولو في اي حاجه بتبعني بالتليفون انا معك. خلاص ممكن حاضر. تلقاني برضه جيك بالليل كده ايه اديها لفه حوالين الشغل. خلاص ماشي. ماشي؟ انا في حاجه ارن عليك. خلاص تمام. ماشي. يلا ربنا معك. ماشي. يلا السلام عليكم. يا جماعه يا ابو العمده خبر فين؟ طب ما تاج يا اخي تجيب الجماعه وتعالى قاعد في المغسله النهارده. تعالى ناخذ لنا ونسه بدري ما اخذناش ونسه مع بعض. خلاص هات الجماعه وتعال.
اجيب لك زكريا وعلي؟ خلاص ماشي. خلاص انا مستنيكم ابو العمر. ماشي يلا سلام يا صاحبي. خلاص ماشي صح. ماشي. سلام. حبيبي يا زيد عامل ايه؟ حبيبي بالعمدة حبيبي وحشني. تفضلوا تعالوا. تفضل ليك يا باشا. ود الناظر. يا اخبارك يا فاشل؟ كلمة الفاشل دي بتزودني ود الناظر. نزلك برضه بلاش يا مني. فاشل. والله. يا فاشل يا فاشل. اقعد يا ابو الناظر اقعد. يا ابو العمدة اقعد تعال. عمو اقعد. منورين والله. نورك والله. ايه الاخبار؟ لك وحشه. والله تمام. بس النهارده الجو جميل وهذا كذا وحلو يا اخواننا، بسم الله ما شاء الله. هو يوم الجمعة داتي باجي هاوي باجي باقي الأسبوع كله وزي كده. بس اقول لكم القعده دي عايزه سجاره تظبط الدماغ وتظبط القول كله. انت خربان قوي يا اخوي، ولا حد بيسأل عليك جاي من وين ولا طالع من وين. يا حاج ما انا نسيت اللي انت بتخاف من ناظر موت يا حاج. يا عم جمع الحاجه دي راحه وكل واحد وراحته يا باخوه. احنا يا ريتنا ما شربناها وهم ياكش ما يشربوها يا اخي. يا راجل ما تروح بالعفانة نشرب ايه؟ صح تفضل. احنا مرتاحين فيك انت يا باشمهندس، السجاره الفاضيه في خشمك ما بتحطهاش. ده انا على كده لو اخوي مصطفى سمع قاعد معاكم هيبهدلني، بالذات انت يا واد عثمان. بس هو مرسوم عليه كلمه يا عمده، ما تقول له ترشح على العموديه احنا. لو ترشح يصبر. طب ايه ما رايك اقول له؟ لا بس اقول لك الف لك سجاره بالعمده، بس اسمها بكره يا صاحبي اليوم. الكلام. لو لفيتوا حاجة انا هاخذ بعضي وامشي دور وكيدي. وانا لو فات حاجه همشي مع زكريا بصراحه. دول بين عن شكلهم هيحرمونا القعدة معاهم والله. لا يا عم اقعد ولا هنلف ولا هنقندل، هنا قاعدين بنتونس يا اخوي خلاص. هنعمل ايه؟ علينا يمين إلى عدم فناجلهم راحوا أكلوا بس جميل وبعد بس فناجلهم الفرس رايق وسموحة تحب الخير وطموحة الفرس رايقة وسموحة بالخير وطموحة ولو بيد الروح مسموحة على يمشي فنادلهم على يمشي فنادلهم ناس ليهم. السلام عليكم. ازيك يا جماعه ولدي؟ السلام ايه يا عامر؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله يا ولدي. شكلك تعبان احنا. طبعا قوي والله يا جماعه، المصنع عندي تجارة ساعات ومشوار، بس الحمد لله سترانا بعد ربنا. الحمد لله سترانا والله. الحمد لله يا ولد. ايه بتسمع انت؟ اسمع ياسر، الناس اليوم علينا جميل يا ابوك. سلام، هذا عاد بقول الفندق على يا ولدي ده، الله يرحم ابوك. بقول لك يا حاج أيوة. شوف لي 200 جنيه حق الله معذور فيها الايام. مين؟ شوف لك 200 جنيه؟ ابوي طالعين ابويا في المصنع عاد تعبان اذا هلكان تقول شوف لي 200 جنيه؟ معذور. اسمع يا سيدي، يا مرت ابوك قال لك شوف لي 5 جنيه هذه تجيبها بطاطس لاخواتك، يا تقول له مش معاي وعاوزك 200 جنيه وانا مرتب على كفي كام وانا كام يا اخي مسيدني يا اخي مسيدني، جبت لي العين يا ساتر. ابو عيش وابو الالفه. لحقت وصلت لك، الله يرحمك يما، لو كان عايشه كنت خليتي بالك مني، كان من اكلي وشربي ونومي وطلعتي. يلا الحمد لله على كل حال. مسموحة على يمشي فنادلهم على يمشي فنادلهم ناس ليهم علينا جميل من عدم فنادلهم. ايوه يا محمود معاك.
فلوسية بتحكي فيها دي يا محمود. هي 3 4000 دي يا راجل، 3 4000 بيصرفها احمد ابو عثمان في اسبوع. انت مالكش دعوه بالكلام ده، انت تخلص لي العقود وتجيني في اقرب وقت عشان ننهي الحكايه دي. مالكش دعوه بيا فلوس ثانيه يا عم. ماشي، يلا سلام يا حاج، مع السلامه. يا زغدانة وش الخير. يا دي احمد، يا دي احمد، يا عمده، يا حاج. اخبار حاج احمد؟ ايه الاخبار؟ ايه الدنيا؟ ايه اخبار مزاج الحج النهارده؟ لا مزاج الحج بتاعك. ايه يجيبكم الحوش ابوي النهارده؟ طب ما احنا كنا في المنظر هناك والبيت في العزبه. ما احنا المفروض كنا نروح المنظر، قال ودينا الحوش عشان خاطر قال نشوف زغدان. بس خدوا التاتا تحت عشان مشوار الارض بتاع الغردقه لسه السمسار ما خلصش فيه. ان شاء الله خير. خدوا التاتا تحت ان شاء الله خير. يا حاج، يا حاج ابو حميد، ايه الاخبار؟ ايه الدنيا؟ يا عم ابوك رقيق تمام. ايه الدنيا؟ ايه اخبارك؟ وشك ولا وش القمر النهارده؟ يا رايك لا زي العسل. يا رايك احنا عايزينك تترشح للعمديه. عمدتيه يا ترشح للعمديه يا راجل. طب هي ناقصك العمديه؟ يا عمدتنا والله هي ناقصك العمديه. لا انا عمده بفلوسي وعليكم وعلى بيتي. طب انا ناقص كل شويه على كده الناس مش سايبان. تعال يا حج عثمان، تعال روح يا حج عثمان. مالك ايه فيه؟ اديني العربيه بنزور بيها واحد صاحبي انا واصحابي. الا والعربيه تاخذ اللي عايزه، بس الا والعربيه. الظرفات خيشتها لي واخذ لها كم فلوس. روح مع اصحابك على كده تسلم انت واصحابك. يا انا يقول لك اديني الفرس يابا تقول لي لا، والعربيه تقول لي لا. ابعد لي، خذ اللي عايزه، تبعد لي على العربيه وعن زغدانه، الله يسهل لك. ايش ما تجيب حتى 3000 جنيه خلينا نجيب لنا عده نحى 20 من نزل جديد دي، بدل عده وقعت مننا في الميه. برضه وقعتها في الميه دي؟ طب احنا كل شهر ليك 2000 3 يعني عده؟ ما هو من حقك يا عم الحاج، ما قدت محلوله بتاكل فيه. طب ما يا حاج حبيبي انت ملناش غيرك احنا يا شيخ. طب ما زي بعض، بس هعمل لك ايه طيب؟ ملناش غيرك يا حاج. ما زي بعض. طيب روح خذ من امك يا عم فلوس. ما تدينيش دي يا عم حتدي لك، انا حارن عليها واقول لها هدي له، حجهزها لك. ماشي يا حاج، توكل على الله. يا الغلب الشديد يا عباد الله. ابو العيد الغمس من يا شيخ. يا علي يا ابوي، انا فكرني يا ولدي لما نوصل الزرعايه في موضوع كده عاوزك فيه لحالك. فيها رايقه؟ لا رايقه ان شاء الله لما نوصل. ان شاء الله يكون خير. ماشي يا ولدي. يا ناظر، لا يا ولدي الزرع ده لو اخذ شوالين كوماوي كان فارفور. والله يا ولدي ان شاء الله منا والوجبه الجايه يكون المرتب نزل واجيب لك اللي انت عاوزه. اهم حاجه تهتم بزرعك يا ولدي. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ابو علي، انت قلت لي عايزك في موضوع. سيد ابوه، قلت لي عايزك في موضوع. لا خير ان شاء الله. خير، تعالوا بقى.
اقعد. ايه يا علي يا ولدي؟ ايه يا ابوي؟ اوضاعك اليومين دول مش عجباني يا ولدي. ايه يا ابوي عملت انا؟ لا حالك مش عاجبني يا ولدي، بتجيني متاخر اليومين دول وتليفونك برن كتير، واول ما بترد على التليفون بتاخده وتتركني يا ولدي. ما ينفعش الكلام ده، اوعى يكون خايف يكون بتكلم بنات. لا يا ابوي يا ولدي ده دين بيخلص، والله بيخلص في الدنيا قبل الاخره يا ولدي، والله دي ما بتاعتنا يا ولدي. بصراحه الشله اللي انت ماشي معاها دي مش عجباني، وبصراحه اكتر انا مش عاوزك تمشي معاها. راعي يا ولدي لمصالحك وراعي لزرعك، احنا مش بتاعات الحاجات دي. عيب لما يكون ابوك مربي اجيال وما يعرفش يربي ولده. ما انت عارفني يا ابوي، انا لا ليا في سجاره ولا ليا في مخدرات ولا ليا في بنات. يا ابوي بروح للونسه مش اكتر ولا اقل انا والله، ولو مش عايزني اروح تاني ما رايحش عشان ده يرضي. يا ولدي والله انا عاوزك احسن واحد في الدنيا، خلي بالك على نفسك وخلي بالك على صحتك. والله يا ولدي عاوزك احسن واحد تكون، وشد حيلك يا ولدي وراعي لمصالحك. عايزين نبني لك الدور الثاني يا ولدي ونفرح بيك. يابا زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، انت ومالك لا ابيك، وزانا من يدك دي ليدك دي. ربنا يبارك فيك يا ولدي ويخليك يا حبيبي. خذ بيدي يا بابا. حاضر يا ابوي، ربنا يخليك لينا كده. تعال يا ولدي تعال. والله يا علي بتكنسر علي؟ طب والله ما راح. يا ابو العمده، لا النهارده معاي مذاكره والله مش هقدر اجيكم والله. لا اعذرني والله معاي مذاكره النهارده والله ما اقدر اجيكم، جاي لسه جاي من مشوار اقسم بالله. ماشي سلام. يا ابو العمده، لا والله معي مشوار ابوي بعتني ليش. لا مش جاي. لا سلام. ايه يا جماعة؟ علي كنسل عليك؟ ما رنيت عليهم انا، هم اثنين، علي ابو باتو وزكريا كان بيذاكر قال لي انا اجي لك يا راجل، انا اجي لك وجيب لك حاجة معاي طيران اسبيشيا، حاجة جديدة لنج. ماشي سلام. اخبار ابو الصاحب؟ ايه الدنيا؟ كويس؟ ايه الاخبار؟ برضه علي يرن عليك انت عليه ابو العمده؟ يا راجل فكك دماغك، ده انا اجيب لك حي دماغه معايا الهرجه. اقعد تعال. طول عمرك بتاع الجديد ابو العمده. ما هي 3000 جنيه واخدها من الحج بالحين سنه، قلت له اجيب تليفون. لما توريني يا عم. جيب لك حاجه ملهاش حل. ايه ده؟ اوعى يكون اللي ببالي. هو يا ابوي بتجيب يا عم. حلوه يا شديده.
يا ابوي دي لو من بدري. شديد ابو العمده. شد. يد جامده. قوم اعمل شان ابو العمده. قلبي 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 يا جمعه يا جمعه. احمد يا احمد يا احمد يا احمد